تعالوا معايا النهارده هنعمل معاكم مكرونه بشاميل بمكرونه الكنوه الصحيه اللذيذه. والدقيق اللي هستخدم معاكم دقيق الشوفان، هتبقى جميله جدا رائعه ورهيبه. يلا تعالوا معايا كده، عندي زيت زيتون وعندي نص كيس مكرونه وعندي ملح وبهارات وعندي دقيق وعندي صدر فرخه مفصصاه. وهنبدأ باقي عندي من امبارح فانا فصصته، هعمل بيه صينية مكرونة سريع سريع نجرسكو. حطيت مية تغلي على النار، غلت كده هحط فيها حطيت المكرونة تتسلق كده عندي. هعمل لكم اسرع طريقة مكرونة نجرسكو اقتصادية. بصوا معايا كده، المكرونة بتاعتي خلاص اتسلقت، هطفي عليها. حطيت قدر على النار، حطيت فيه معلقتين زيت زيتون وحطيت عليهم معلقتين دقيق، وهبدا اعمل البشاميل. خلاص كده هننزل بقى بكوبايه حليب ونص كوبايه ميه. حطيت نص معلقه بهارات ومعلقه ملح، ودوبيهم دوي كويس جدا مع بعضه لغايه الخليط بتاعك ما يتجمد، يبدا يمسك مع بعضه ويكون عندنا البشاميل. هنفضل نقلب كده في البشاميل بتاعنا لغايه ما يتكون عندنا خليط البشاميل يتماسك، يبدا يتقل معانا يعني. عدى معايا كده الخمس دقايق، هبدأ بقى اضيف اللحمة واتبلها كويس. لسه عندي الكفتة وبقت جميلة كده، هركنها على جنب شوية وهنبدأ نجيب بقية المكون. البشاميل بتاعي كده جاهز جاهز اهو ما شاء الله. كل المكونات كده عندي جاهزة اللي هستخدمها في المكرونة بتاعتي. جبت عندي الصينية بتاعتي، هبدأ بقى اعمل ايه. البشاميل بتاعي اهو ما شاء الله كريمي. هجيب هنا الاول معلقة زبدة، شايفين معايا كده، حطيت نص معلقة زبدة على فكرة مش معلقة. وبعدين سمنة فلاحي او زبدة وتدعكي بيها كده. انزلي بقى ايه بنص الخليط. نزلنا بربع الخليط، هنزل بالمكرونة. حاولي المكرونة تفرديها كويس. شايفين؟ هجيب المعلقة وابدأ ايه اسويها كده. وبعدين هجيب البشاميل واحط كده، وزعيه فوقيها حوالي معلقتين. حطيت كده نص ونص ودي نص، يبقى ايه 4 تنصص، يبقوا حوالي معلقتين. وزعناهم كده. هنبدأ ننزل بصدور الفراخ اللي عندنا. انا دي صدور كانت صدر باقي عندي من غدا امبارح. ماشي، حطيته اهو وزعته. هحط عليها برضو معلقتين رش كده بشاميل عليه. على قد ما تقدري، يعني ايه تقصدي تاخد. شايفين؟ هنبدأ بقى نوزع كويس. وزعي كويس كده. وبعدين هجيب بقى كفتة الخليط بتاعي وهبدأ اكور واحط كده فوقيه. طريقة المكرونة دي جميلة جدا في العزومات ومغذية بميكس اللحوم بالكفتة وصدور الفراخ. الكفتة اللي بنحطها ما بتبقاش كبيرة، بتبقى صغيرة.
عملت كده حوالي 8 كيلو كفتة، 8 كيلو كفتة. بصوا هنا كده معايا انا كده عملتها، وكور الكفتة تبقى صغيرة وتبقى نية زي ما هي مبهرة. وبعدين هننزل ببقية البشاميل، بس هنحط على بقية البشاميل لو عندك جبنة كيري حطي، لو ما عندكيش حطي جبنة موتزاريلا. وتبدأي بقى ايه توزعي، بتوزعي عليها كده قبل ما تحطيها في الفرن، وما يكونش فوق الكفتة، حاولي يكون جنبها بقية البشاميل اللي باقي. بعد كده هتحطيها في الفرن، هتقعد عندك في الفرن كده تلت ساعة. بعد تلت ساعة هتطلعيها تحطي عليها بقى الجبنة الموتزاريلا، هتبقى معاكي جميلة جدا، رائعة ورهيبة. طلعتها من الفرن بعد 15 دقيقة، حطيت عليها الجبنة الموتزاريلا وهرجع تاني ادخلها الفرن. يلا تعالوا معايا كده، بصوا ده الشكل النهائي للصينية بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله،